وهي من أفضل وأقوى منظومات الدفاع الجوي، حيث بإمكانها التعامل مع كل التهديدات الجوية من طائرات استراتيجية ومقاتلة عالية المناورة وكذا الطائرات بدون طيار. السلام عليكم متابعين قناة أفغان تي في، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. وكيف كتعرفوا دائما القناة ديالنا متنوعة، كنهضروا على بزاف المواضيع، وبغيت كاع نشكر المتابعين الناس اللي كيشوفوا الفيديوهات اللي كيخليو التعاليق. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اذا في هذا الفيديو غادي نمشيو ثاني نطلعوا على الحماق ديال الجيران ولا الحماق ديال الجزائريين. كيف كنقول دائما في الفيديوهات ديالي، الجزائريين 10 في عقل، ولكن احتراماتي للناس اللي كاينين في الجزائر الاذكياء، حيت دائما كنقول بلي راه كاينين الناس في الجزائر ماشي كلهم 10 في عقل. وتلاقيت مع واحد الفيديو في التيك توك، دخلت التيك توك تلاقيت مع واحد الفيديو ديال الجزائري، واحد مواطن جزائري قال لك عنده واحد خطة جهنمية. هاد الخطة هادي غادي نشوفوها ان شاء الله في هاد الفيديو هذا، وهاد الخطة راه خطيرة. الا جيتو تشوف راه خطة خطيرة صراحة. راه كون كانت هاد الخطة هادي طاحت على هتلر راه ما غاديش تسقط الألمانية، غادي تبقى الاتحاد السوفيتي وغادي يبقى هذا الشيء كامل. ولكن خساره هذا السيد هذا جا معطل، هذا الجزائري جا معطل. علاش هذه الخطه هذه راه خطيره؟ انا ملي شفتها صدماتني. راه غادي تشوفوها هذه الخطه زعما خطه راه جهنميه، خطه راه ما تطيحش على الشيطان، ما تطيحش عليه. هذه الخطه هذه الا جاب الله طبقوا الجزائريين هذه الخطه هذه راه صافي مشينا فيها. ندوي معكم الصراحه، الا جاب الله طبقوا هذه الخطه هذه راه مشينا فيها. خطة خطيرة. داكشي اللي خلاني ندير هذا الفيديو هذا ونقول لكم باش تردوا البال المواطنين المغاربة والجيش ديالنا والدرك يردوا البال. راه هذه الخطة راه صراحة خطيرة جدا. دابا هذه الله اقترح على النظام الجزائري، والنظام الجزائري راه بدا كيحلل وسميتو قبل الخطة راه جهنمية، وقالها هو هنايا دابا. وهذا الفيديو هذا راه غير تسرب ليهم، ولقيت انا هذا الفيديو هذا وبغيت انا نحضر المواطنين ديالنا المغاربه والسلطه ديالنا باش يردوا البال بلي راه الخطه جهنميه. الخطه هذه الا طبقوها راه مشينا فيها، كيف قلت لكم راه مشينا فيها، كلنا غادي يقتلونا. هي دوله، راكم كتعرفوا الدوله ديال الجزائر دوله راه اقوى دوله في المنطقه، راه حتى واحد ما يقد عليها الا جاب الله تحركوا. خصوصا ملي جابوا هذه الخطه هذه، هاد الخطه الجهنميه هذه ملي جابوها وغادي يطبقوها راه صافي كيف قلت لكم مشينا. والمهم راه غادي نخلي لكم الفيديو دابا نشوفوا الخطه باش كلكم تردوا البال ريوسكم في هاد الايامات الجايه الا جاب الله طبقوا هاد الخطه هذه باش تعرفوا كيفاش تسلكوا ريوسكم. اذا اخوتي خواتاتي غادي نخليكم مع هاد الفيديو هذا ونرجعوا نكملوا معكم الفيديو ديالنا. تبعوا معايا الفيديو. السلام عليكم ايها المواطنين. اليوم راني جايب خطه حربيه عسكريه رهيبه فتاكه. لازم شنو حاجه، لازم الجيش والشعب يكونوا خاوه، لازم تكاتفوا باش تنجح. الخطه واش تقول؟ لازم الشعب هذا، الشعب الجزائري العظيم الابي، كل نروحو نسكنوا في الحدود، نخووها الجزائر من الداخل، كل نسكنوا في الحدود، ونديروا كاع هاشتاج سوف اسافر من اجل تأدية مناسك العمره، او سوف اسافر من اجل تأدية مناسك الحج، او مسافر لرحله. شغل الجزائر خوات الداخل. والجيش الثاني هو لازم يدير في الفيسبوك تاعو سوف اخذ قيلوله لان الجزائريين ذاهبون في رحله. شغل التمويه هذه تكتيك واحد كونتر خطه هذه. هي دولة العدو راح تبعث واش يقولوا له هذاك، تبعث واحد مستكشف يدور في الجزائر العاصمه، يدور بين الباطيمات والصوالح هذوك، يسقسي وير ار يو دوين كاسكيليا تا حد ما يرد عليه. شغل الجزائر خاويه خلاص. هو يروح يرجع للدوله نتاعو، يقول لهم بيبليك دو الجيريا ابسونت. شغل الجزائر خاويه، يلا نصدموا عليه. هما يصدموا علينا، كيصدموا يعودوا يدوروا في الجزائر. الجزائر خاويه ما فيها والو. حنا كي نديرو نربحوا عليهم، نخليهم يجي 12 تاع الليل ونبهضوهم كاع نخلعوهم كيما هكا. نقتلوهم بالسكر يموتوا بالخلع. شغل هما ما يجوش مستعدين، دايرين الجزائر فرغت. نقتلوهم بالخلعه كاع كيما هكا، يموتوا بالخلعه، يطلع لهم السكر ولا طاسيون، يموتوا بالخلعه، وما خسروا جيش، ما خسروا شعب، ما خسروا سلاح،
وتكون عندنا بصمه في هذا العالم كدوله فازت وغلبت الخصم بالخلعه ونفوزوا بالخلعه. كونوا معايا وطبقوا المشروع هذا راه ناجح سينا في الدوله. صافي الخوت غادي نحبس هذا الفيديو هذا. كيف كتسمعوا راه صافي انا راه مت بالخلعه. صافي ملي شفت هذا الفيديو هذا راه صافي راه صراحه راه قلبي راه كيضرب من بلاصتو. سمعوا راه غادي تسمعوا الدقه ديال القلب ديالي من لهنا، راه غادي تسمعوا الدقات ديال القلب ديالي. صافي هاد الخطه هادي راه خطيره كيف قلت لكم، راه خطه جهنميه. الا جاب الله طبقوها علينا راه صافي مشينا فيها. دابا راه المشكل كاين عندهم رئيس اللي هو السي عبد المجيد خايب السميه، عنده شي خطات وعنده شي افكار اللي هي جهنميه صراحه. الناس كيخلعونا وجاو دابا هادو كتشوف انت راه كتشوف الناس دابا ديالهم ولا المواطنين صاحبي راه ولاو وزادوا في الذكاء ديالهم. راه صافي زادوا في الذكاء ديالهم راه صافي. ملي دابا كلهم مواطنين دابا جزائريين كيفكروا بحال هذا السيد هذا راه صافي. حنا اش بقى عندنا ما نديرو هنايا؟ خصنا كيف قال نخويو حنا شمال افريقيا. دابا نخويو شمال افريقيا راه بحال هاد الخطط راه خطيره يا اخي. ما نقدروش عليهم، ما نقدروش الا طبقوا عليك هاد الخطه هادي انت دابا الخطه ما تطيحش على الشيطان صاحبي. التسير الله يعفو عليك، لا اله الا الله. ودخلتها لكم بالله الشعب اللي كيفكر بحال هاد الافكار هادي اشنو كتسنى منه. ولكن ملي كيفكر كيف قلت لكم الرئيس ديالهم اللي مسير الدوله ولا الرئيس الاركان اللي هو شنو سميتو شانق شريحه كيفكر شي افكار، هو الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد خايب السميه، كيفاش بغيتي المواطنين ديالهم يفكروا؟ واش كنقول لكم انا جزائريين 10 في عقل كتقولوا لا؟ وشوف اشنو بان لكم نتوما دابا. كنقولوا واحد المثل المغربي راه ديما كنقولوا في الفيديوهات ديالي ملي كنهضر على الجيران ولا الحماق ديال الجزائريين. كنقولوا الا لقيتي الشيخ القبيله شاد الطبل ما تلومش صحاب الدوار الا كيرقصوا ولا كيشطحوا. اذا ملي كتلقى رئيس الجزائري كيف قلت لكم كيقول شي افكار ولا كيقول شي خطابات اللي هي سياسيه كيضحك العالم كامل بالخطابات ديال الرئيس الجزائري. وراه دوزت لكم بزاف ديال الفيديوهات هنا ديال الرئيس الجزائري ومازال غادي ندوز ان شاء الله الفيديوهات ديال الرئيس الجزائري ومع اللقطات من الافلام والفيديوهات اللي كيدوروا في المواقع التواصل الاجتماعي. ونضحكوا ثاني مع احسن فكاهي في العالم اللي هو السيد عبد المجيد خايب السميه رئيس الدوله، اقوى دوله في المنطقه اللي هي دوله خطيره كيف قلت لكم، اللي كتوجد مثلا واحد الخطه اللي هي جهنميه ضد سيادو ولا ضد المملكه المغربيه. الا جاب الله هذه الخطه هذه صدقات لهم، ولكن غتصدق. واش خطه بحال هذه ما يمكنش ليها تصدق؟ والخطه هذه يكون قلت لكم كون عرفها هتلر ولا شحال هذه راه ولا غير الناس مؤخرا صدام ولا القذافي ولا راه ما يطيحوش هاد الانظمه هذه. غير جاب الله ما هذا جا معطل شويه تلقى الانظمه اللي هي صراحه قويه بغات بحال هاد الخطات بغات بحال هاد الناس هادو كانوا كيبحثوا عليهم ولكن ما كاينينش. ولكن دابا راه موجودين في الجزائر. دابا ما شافوش الجزائر فين كاينه. الجزائر عطى الله فيها المفكرين بحال هذا السيد هذا. تقريبا نقول لك 85 ولا 95% ديال الناس اللي في الجزائر كيفكروا بحال هذا السيد هذا. اذا خوتي خواتاتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف قلت لكم طلينا ثاني على الحماق ديال الجزائريين. كنتمنى نتلاقاو في فيديو الجاي مع موضوع اخرى. نتوما في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء.